أنت ذا قد تغتسل في النهر أو في البحر، فإذا فقدت نية التعبد لا تشعر بشيء، بينما أنك تغتسل أو تتوضأ بقليل من الماء مع نية التعبد تشعر كأنما تطهرت تطهرا عجيبا كاملا شاملا. يعني الإنسان بلا نية يقدر يعوم ويغسل مزيان بالصابون بكل شيء، ولكن مادام انه ما عندوش النيه ديال العباده بالوضوء ولا بالاغتسال ما كيحسش بانه دار شي حاجه، واخا راه غسل ونظف. وسبحان الله العظيم ملي دير النيه ديال العباده انك تغتسل تعبدا لرفع الجنابه او لصلاه الجمعه او لاي شيء شئت من العبادات المشروعه، او لرفع اثار الحيض او النفاس بالنسبه للمراه او غير ذلك، يشعر الانسان كانما ولد من جديد، وكانما هو طائر قادر على التحليق بجناحين لما حصل له من خفة الروح ومن نشاط النفس. هذا الأمر العجيب لا يجده إلا العبد المتوضئ، أما الذي لا يتوضأ لا يعرفه. ديما ثقيل. ماء الوضوء لا يشرب، يعني لا يشرب لما كتوضأ ما كتشربش، ولكنه يشرب بطريقة. يعني المتوضئ حينما يدرك ما يصنع ويبصر، فإذ يلقي الماء على وجهه أو على عضوه في يده أو رجله فكأنما يشرب. لما لذلك الماء على روحه من اثر الري. يعني صحيح ان الانسان اللي كيكون عطشان وتكب الماء في الحلق ديالك كتشعر بواحد الراحه ديال نزول الماء على حراره العطش، فكذلك العبد المؤمن حينما تنزل قطرات الماء ودفقات الماء على اعضاء الجسم وهو يتوضا لله او يغتسل لله فترتوي الروح وتشرب النفس، لان هذه الروح التي بين جنبيك وهذه النفس التي بين ضلعيك ودفتيك تشرب من جوارحك ومن وجهك ومن أقدامك، تشرب ماء الوضوء لأنها تخف وتنشط وتغتسل من آثامها وذنوبها. وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن الإنسان إذ يتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا مضمض أي غسل فمه تقاطر من فمه كل خطيئة أخطأتها شفتاه مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل وجهه تقاطر من وجهه كل خطيئة أخطأها وجهه، يعني بالعين أو بالأنف أو بالأذن أو بأي شيء من جوارحه مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل يده تقاطر كل ذنوبه من يده من كل خطيئة أخطأتها يداه مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعبارة الحديث إنما حكيت معناه. الوضوء مطهر، انت كيبان لك راه كينزل الوسخ المادي قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك ينزل وسخ النفس وأضران النفس، ولذلك تشرب الروح فعلا من هذا الماء. الوضوء كان من عبادة الأولين السابقين، لكن اختصت به هذه الأمة في أنه بقي فيها وحدها وانقطع في من سلف. اختصت بهذه الأمة، فلذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالغر المحجلين. الغر جمع أغر، وهذاك العود اللي كيكون كحل ولا أحمر وفيه واحد اللون بيض واحد النطعة بيضاء بجبهته كتبان من البعد، فهذه غرة، وهذا الحصان أغر. والتحجيل هو ذاك البياض اللي كيكون عنده في رجليه، يعطي جمالية عجيبة ملي يكون العود أحمر ولا كحل وعنده البياض في رجليه. فأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تبعث يوم القيامة غرا محجلين، قال من أثر الوضوء، فمن شاء فليطل غرته وتحجيله. حديث حقيقة في الوضوء عجيب جدا، فمن علم هذا فإنه يجد راحته وليس تعبه في إسباغ الوضوء بالصيف وبالشتاء يستويان. أنه بعض الأحيان كتكون ظروف ديال صعوبة الوضوء مادية كالبرد في فصل الشتاء، قد لا تجد ماء دافئا قد وتخشى من وقع الماء البارد على الجسد، فهذه مكراهات من المكاره، فتصبغ الوضوء، تغسل الأولى والثانية والثالثة، ليس واجبا ماشي واجب، ولكن هذا كيتسمى من أراد أن يحصل هذا الورد الرفيع الذي يجعل صلاتك موردا للخير ينهمر عليك بالأنوار والبركات والحسنات. طبعا إذا تحقق الضرر بشيء الله جل وعلا رفع عنا الضرر، لا ضرر ولا ضرر، ولكن كل هذا في حدود انعدام الضرر. يعني اللي عنده شي عذر شرعي ولا شي حاجة أخرى ما كنتكلموش معاه طبعا. وقد تكون المكراهة ليس مادية ولكنها معنوية ونفسية واجتماعية، هذه معاني كما يقع للرجال والنساء في العصر. إنسان لبس لباس ديالو عصري موظف في مكتب أنيق في شكل ذي بريق، ويجي وقت الصلاة وما موطيش غادي يخسر واحد العداد ديال التركيبة اللي مركب من حلاقة الشعر وشكل اللباس وكذا وكذا إلى آخره، وما خصوش يتني حوايجو باش ما يوسعش الكم ديال التريكو، ما يتلف شاي الكومبلي، واحد العدد ديال
متاعب خلقتها الحضارة المدنية المعاصرة، متاعب. هذه أيضا من المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. لا يأتي زمان إلا ولحديث رسول الله كما لكلام الله بيان جديد إضافة إلى البيانات التي قدمها العلماء في التاريخ. حقيقة هذا من مواكبة الكتاب والسنة لأحوال الزمان. أما النساء لا حديث ولا حرج، كيف تصنع بأصباغها وألوانها وأشكالها لتسبغ الوضوء على المكاره، وقد أنفقت في ذلك مالا وأتلفت في ذلك وقتا وأهدار طاقة، ثم يأتي الوضوء بعد ذلك لينسخ كل تلك الأكاذيب. إنما هي أكاذيب حقيقة. يعني محبة العبد للوضوء محبة، الإنسان فيه محبة وحلاوة فعلا في كل فصل، بل كلما شعر المؤمن بأنه يجد عنة في التوضؤ كلما وجد الرغبة في حمد الله وفي شكر الله أنه كان من المتوضئين. وكثير من الخلق لم يعرف الوضوء إلى بدنه طريقا حياته كلها، يعيش كالجيفة، وخا يغسل جافي فيكون واسخا. لما؟ لأن هنالك أوساخا أخرى من غير أوساخ البدن المادي، أوساخ ترتبط بالنفس لا تتطهر إلا بالوضوء وبالاغتسال الشرعي التعبدي. شيء عجيب جدا.